على مدار السنين اللي فاتت، بقى لنا 10 سنين بنقول منتخب مصر في مرحله احلال وتجديد. اتفقوا على رحيل مستر فيتوريا، فعشان تمشي الراجل ده لازم تدفع بتاع حوالي 60 مليون جنيه ولا 50 مليون جنيه. طب مين في مصر من المدربين المحليين اللي ينفع او يقدر اتحاد الكوره يتعاقد معاه؟ طبعا الناس كلها في مصر عايزه تعرف ومستنيه الموقف النهائي بالنسبه لروي فيتوريا مع المنتخب. هل الراجل هيكمل ولا مش هيكمل؟ ومين المدرب اللي جاي؟ هل هو مدرب اجنبي ولا ممكن يكون مدرب محلي؟ وفي بعض الاسماء اللي بيتم طرحها على الساحه الرياضيه بمجرد خروج المنتخب والاداء السيء جدا جدا اللي احنا ظهرنا عليه في البطوله، وان واضح ان مفيش تجديد ومفيش احلال زي ما المسؤولين بيوعدوا الناس على مدار السنين اللي فاتت. بقى لنا 10 سنين بنقول منتخب مصر في مرحله احلال وتجديد، مر علينا اكتر من 7 8 مدربين، بدايه من مستر برادلي، بعد كابتن حسن شحاته، كابتن شوقي غريب، مستر كوبر، مستر اجيري، كابتن حسام البدري، كابتن ايهاب جلال، مستر كيروش، روي فيتوريا. بتتكلم في 8 مدربين، والمحصله هي اداء المنتخب في تراجع. البطولات مش موجوده في المنتخب، بتوصل 2 فاينل، واحد في 2017 ما بتقدرش ان انت تحققه، وبتوصل برضه فاينل في 2021، وكان عندك ايجابيات كويسه جدا مع مستر كيروش، لكن للاسف ما قدرناش ان احنا نحافظ عليها، والراجل بالبلدي كده طفش وما عرفش ان هو يتعامل مع المسؤولين في ظل ان كان في عند وفي تعنت وفي هجوم غير طبيعي على الراجل. والايام بتثبت ان الراجل كان المبدأ بتاعه هو اللي صح، والرؤيه المستقبليه بتاعته هي اللي صح، والراجل قدم لعيبه كتير كويسه للمنتخب، ولعب اداء مميز جدا مع منتخب مصر في البطوله، رغم ان احنا كامكانيات وكظروف كنا اقل من كده. يعني احنا دلوقتي عندنا محترفين كتير وكلهم ما شاء الله متالقين وبيشتغلوا بشكل كويس جدا في الانديه الاوروبيه بتاعتهم. ولكن نرجع للمرجوع بتاعنا، ايه اللي بيحصل جوه اتحاد الكوره في الكواليس والغرف المغلقه؟ وليه اتحاد الكوره لحد دلوقتي ما عملش بيان رسمي سواء فيتوريا هيكمل ولا مش هيكمل، او الوضع هيكون شكله عامل ازاي؟ اتحاد الكوره بالتنسيق مع كل الجهات اتفقوا على رحيل مستر فيتوريا. الفكره او المأزق الوحيد هو ان فيتوريا عنده شرط جزائي كبير جدا. الراجل بياخد طبعا فيما يقرب حوالي 200 220 الف دولار في الشهر، طبعا رقم كبير جدا مع الحته الاقتصاديه وارتفاع سعر الدولار، وعنده شرط جزائي 3 شهور. عشان تمشي الراجل ده لازم تدفع بتاع حوالي 60 مليون جنيه ولا 50 مليون جنيه. طبعا الرقم ده كبير جدا 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 على مدرب ما كانش عنده خبرات دوليه قبل كده. روي فيتوريا اول مره في حياته يمسك منتخب، لا مسك منتخب اولمبي ولا مسك منتخب شباب ولا عمره درب اي منتخبات في اي بطوله، وكان واضح عليه الكلام ده قوي اثناء المباريات اللي كانت بتلعب في بطوله الامم، من اول مباراه موزمبيق لحد المباراه بتاعه الكونغو. تحس ان هو متلخبط، تحس ان هو مخضوض، تحس ان هو مش مصدق الاجواء اللي هو موجود فيها. ما علينا، الاخطاء بتيجي ومحدش بيتعلم ببلاش. المهم المرحله اللي جايه الاتحاد بيفكر في إيه؟ بيفكر في اقاله فيتوريا. طب مين اللي جاي؟ الاتجاه الاقوى اتجاه اجنبي، ان اتحاد الكوره والمسؤولين عايزين اجنبي. وزير الشباب والرياضه والمسؤولين شايفين ان منتخب مصر مليان محترفين، عندنا مصطفى محمد صغير هنبني عليه، عندنا تريزيجيه من العناصر برضو المعدل الاعمار بالنسبه له مش كبير، هيبقى موجود ونبني عليه من الركائز الاساسيه، عندنا عمر مرموش صغير، عندنا مثلا زيزو صغير، عندنا لعيبه كتير محترفين، وفي لعيبه ممكن تطلع بره في اوروبا بعد البطوله، محتاجه ان يكون معاه فكر مدرب اجنبي. طب مين المدربين المرشحين؟ في 2 هم اللي موجودين على الساحه دلوقتي، واقوى واحد فيهم كيروش رقم واحد. هم شايفين ان كروش زي ما قلت لك فترته كانت مميزه، عمل ايجابيات كتيره، وصل فاينل افريقيا باقل مستوى واقل مجهود بالنسبه للمنتخب، وعناصر ما كانتش مميزه زي دلوقتي، ووصل تصفيات كاس عالم، وراجل قدم لعيبه وعناصر جديده شابه للمنتخب، هي اللي اصبحت يعني الممتلكه كل الصدى والراي العام، والناس كلها بتتكلم عليها بشكل كويس، وكان عنده نظره مستقبليه، وراجل كل اللعيبه كانت بتشكر فيه، بغض النظر بقى عن الانتقادات الاعلاميه والمحللين، وان الجمهور ما كانش عاجبه طريقه اللعب شويه، لكن الراجل كان بيعرف يتعامل على حسب القماشه اللي كانت موجود. طب مين المدرب الثاني؟ مستر هيرفي رينارد. هيرفي رينارد طبعا واحد من المدربين انا بشوف ان هو مدرب عظيم في افريقيا، عمل تطورات ونقلات غير طبيعيه سواء مع زامبيا او ثم بعد ذلك مع ساحل العاج او بعد كده مع السعوديه. لكن هو الراجل دلوقتي مرتبط بعقد مع الاتحاد الفرنسي بالنسبه لمنتخب فرنسا للسيدات، وكان منتخب ساحل العاج بعد رحيل المدرب بتاعه كانوا بيحاولوا ان هم على الاقل ياخدوه كده زي اعاره
او زي كده فتره صغيره يكمل البطوله، ثم بعد ذلك يروح يباشر مهامه او عمله بشكل طبيعي في الاتحاد الفرنسي. لكن هو طبعا التزم مع الاتحاد الفرنسي لان الراجل بيتعامل باحترافيه كبيره جدا. واقرب واحد كيروش، لان كيروش موقفه مختلف، كيروش فري، يعني مش هيبقى مرتبط بعقد مع حد وهيضطر ان هو يفسخ العقد، وهيبقى فيه امور كتيره جدا، فدي هتسهل المأموريه بالنسبه لكيروش. طب لو النهارده لو اتحاد الكوره والمسؤولين ما عرفوش ان هم يمشوا فيتوريا، وما عرفوش ان هم يجيبوا كروش، او ما عرفوش ان هم يجيبوا مثلا هيرفي رينارد، مين البديل؟ او الفكره رايح فين؟ الفكره هيروح او هيتجه للمدرب المحلي. طب مين في مصر من المدربين المحليين اللي ينفع او يقدر اتحاد الكوره يتعاقد معاه ويشوف فيه النظره المستقبليه، ويشوف فيه التطور، ويشوف فيه مرحله الاحلال والتجديد المميزه اللي تقدر تحط منتخب مصر على منصات التتويج مره تانية؟ اتنين مدربين هم اللي مرشحين ومحطوطين على ترابيزه اتحاد الكوره. رقم واحد، وده الخيار الاقوى وده الخيار الاقرب، وده بالتنسيق مع كل الجهات، كل الاراء بتروح في الاتجاه ده، كابتن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري. كابتن علي الناس شايفه ان هو مدرب صغير في السن، قريب من فكر اللعيبه، عمل نجاحات كويسه سواء مع فيوتشر او قبلها مع انبي او قبلها مع الاسيوطي او قبلها مع سموحه، وفتره برضو اللي فاتت مع المصري. حتى الفتره دي رغم ان الاداء متذبذب نوعا ما في النادي المصري، لكن برضو الراجل وضعه كويس في الدوري، بيكسب في بطوله الرابطه، زائد ان هو لسه واخد الرخصه التدريبيه البرو، اعلى حاجه طبعا في الكوره من الاتحاد الافريقي، وكان راح حضر من فتره قريبه عشان يقدر ان هو يحصل على الرخصه دي. ودي مهمه جدا جدا بالنسبه له، ان انت تجيب مدرب عنده كفاءه وعنده احترافيه على مستوى السي في بتاعه. والاسم رقم اتنين كابتن احمد سامي، وكابتن احمد سامي الاسهم بتاعته مش قويه، انما لو منتخب مصر مش هيجيب مدرب اجنبي، رقم واحد بالنسبه لهم على مستوى الاختيارات كابتن علي ماهر.